ثم ذكر رحمه الله تعالى قصة خروج النبي عليه الصلاة والسلام إلى الطائف، قصة خروجه إلى الطائف، وبدأها أولا بذكر موت أبي طالب عمه وموت خديجة رضي الله عنها زوج النبي عليه الصلاة والسلام. وكان لهاتين الوفاتين أثر عظيم في نفس النبي عليه الصلاة والسلام، وحزن لذلك حزنا عظيما. فعمه معروف بالمناصرة والمعاضدة له هذه المدة منذ بعث إلى أن توفي عمه، وكانت مدة ليست بالقصيرة، كانت مدة ليست بالقصيرة، لأنه عليه الصلاة والسلام بعث على رأس 40 لما أتم 40 سنة، وكانت وفاة عمه في السنة 10 من البعثة، كانت وفاة عمه في السنة 10 من البعثة. فمضى هذه المدة مناصرا ومؤازرا ومؤيدا للنبي صلوات الله وسلامه عليه. وموت خديجة أيضا كانت مصيبة أخرى على إثر هذه المصيبة، فتوفيت بعد أبي طالب ب3 أيام، كانت وفاتها بعد أبي طالب ب3 أيام. قال ابن كثير: فلما نقضت الصحيفة وافق، يعني بعد نقض الصحيفة، موت خديجة رضي الله عنها وموت أبي طالب، وكان بينهما أي بين الوفاتين 3 أيام. فاشتد البلاء على رسول الله صلى الله عليه وسلم من سفهاء قومه وأقدموا عليه، أي تجرأوا عليه جرأة أزيد مما كانوا عليها من قبل. قال: فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الطائف، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الطائف لكي يؤووه وينصروه على قومه ويمنعوه منهم، ودعاهم إلى الله، دعاهم إلى دين الله عز وجل، ذكر لهم عليه الصلاة والسلام أنه مرسل من رب العالمين، وذكر لهم ما بعث به صلوات الله وسلامه عليه، فسخروا منه وتهكموا به وبدعوته، فلم يجيبوه إلى شيء من الذي طلب، فلم يجيبوه إلى شيء من الذي طلب، وآذوه أذى عظيما. سلطوا عليه، كان معه مولاه زيد بن حارثة، فسلطوا عليه الصغار والسفهاء يرمونه بالحجارة حتى أدموا عقبيه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وكان زيد بن حارثة يقيه بجسمه، كل ما جاءت الحجارة من جهة وقى النبي عليه الصلاة والسلام وحماه بجسمه. فخرج عليه الصلاة والسلام من الطائف لم ينل منه قوم أكثر مما نالوا منه، أي أن أهل الطائف آذوه أذى شديدا وسلطوا عليه السفهاء وأخذوا يرمونه بالأحجار. وخرج عليه الصلاة والسلام من الطائف فرجع عنهم. يذكر عليه الصلاة والسلام قصته لما خرج من الطائف، وهي في صحيح البخاري، يقول: يقول عليه الصلاة والسلام: فانطلقت مهموما فلم أستفق إلا بقرن الثعالب، ويقال لها قرن المنازل، وهي ميقات أهل نجد. يقول: فانطلقت مهموما فلم أستفق إلا في قرن المنازل، قرن الثعالب، فرفعت رأسي فإذا سحابة وإذا جبريل، فسلم علي وقال لي: هذا ملك الجبال يسلم عليك. فسلم علي ملك الجبال وقال: إن الله بعثني إليك، إن شئت أطبقت عليهم الأخشبين، إن شئت أطبقت عليهم الأخشبين. هذا ملك الجبال
يعرض على النبي عليه الصلاة والسلام هذا العرض. وهذا العرض جاء في ذروة الأذى، في ذروة الأذى، آذوه قومه أذى شديدا حتى خرج من مكة من شدة الأذى ووطأة الأذى الشديدة عليه، وذهب إلى الطائف لعلهم يؤوونه وينصرونه على قومه، فواجه أذى مماثلا أو أشد للأذى الذي أصابه في مكة، فخرج عليه الصلاة والسلام مهموما إلى أن وصل هذا المكان قرن الثعالب ويقال له قرن المنازل، فجاءه ملك الجبال بأمر من الله سبحانه وتعالى وقال: إن شئت أطبقت عليهم الأخشبين، أي جبلي مكة. ومعنى أطبقت عليهم الأخشبين أي أرفع هذين الجبلين وأطبقها عليهم فيهلكوا هلاك نفس واحدة. وهذا العرض جاء في ذروة الشدة والهم الذي أصاب النبي عليه الصلاة والسلام على إثر الأذى الشديد الذي ناله عليه الصلاة والسلام. فلما يقبل عليه الصلاة والسلام ذلك قال: لا، لعل الله عز وجل يخرج من أصلابهم من يعبد الله، لعل الله يخرج من أصلابهم من يعبد الله. فكان ذلك، ذهب هؤلاء وخرج من أصلابهم أقوام وأقوام يعبدون الله وينصرون دينه تبارك وتعالى. وهذه عاقبة الصبر وعاقبة التقوى وعاقبة المتقين. وهذا ولا شك فيه تسلية لمن أكرمه الله سبحانه وتعالى بالدعوة إلى الله والنصرة لدينه ثم ناله من الأذى، فله أسوة في رسول الله عليه الصلاة والسلام وفي صحبه الكرام. فهذا أذى من أشد ما يكون من القرابة ومن أبناء العم ومن الأهل، نالهم أذى من أشد ما يكون، فصبروا، فكانت عاقبة الصبر أحمد عاقبة. قال: فرجع عنهم ودخل مكة في جوار المطعم ابن عدي ابن نوفل ابن عبد مناف. ولما عرض عند دخوله عليه الصلاة والسلام الجوار على بعض الأعيان رفضوا ذلك إلا المطعم ابن عدي قبل، وأجار النبي عليه الصلاة والسلام، وكان في النبي عليه الصلاة والسلام في جواره، وأعلن ذلك لقريش، فلم يتعرضوا له بشيء لكونه في جوار المطعم ابن عدي. والمطعم ابن عدي الذي أجار النبي عليه الصلاة والسلام، أو كان النبي عليه الصلاة والسلام في جواره، مات كافرا، يعني بقي على كفره ومات كافرا، وكان موته بعد الهجرة إلى المدينة بوقت يسير، كان موته بعد هجرة النبي عليه الصلاة والسلام بوقت يسير. وحفظ له النبي عليه الصلاة والسلام هذا الموقف، حفظ له النبي عليه الصلاة والسلام هذا الموقف وأشاد به صلوات الله وسلامه عليه. جاء في صحيح البخاري أن النبي عليه الصلاة والسلام قال يوم أسارى بدر لما كان عنده عليه الصلاة والسلام مجموعة من كفار قريش وبعضهم من كبرائهم أسارى عنده عليه الصلاة والسلام، قال في هذه الأثناء مشيدا بموقف المطعم ابن عدي بعد موته، قال: لو كان المطعم ابن عدي حيا ثم كلمني في هؤلاء النتنى لتركتهم له. قال: وجعل يدعو إلى الله عز وجل، أي من قطع عن إبلاغ رسالة ربه سبحانه وتعالى صابرا على أذى المشركين. قال: فأسلم الطفيل بن عمرو الدوسي. وكان عليه الصلاة والسلام أيضا من طريقته في الدعوة أنه يتلقى الوفود،
ومن يأتي إلى مكة معتمرا أو متاجرا أو لأي غرض آخر يحرص على أن يتلقاه عليه الصلاة والسلام ويعرض عليه دعوته. وكان أبو جهل خاصة وآخرون من قريش يتتبعون من يأتون من الوفود ويحذرون منه عليه الصلاة والسلام في دعاية شديدة ضده عليه الصلاة والسلام، فتارة يقولون هو مجنون يحذرون منه، ساحر، كاهن، إلى غير ذلك. فكان من يدخل مكة ويسمع هذه الدعاية ينفر من الإتيان إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وسيتحدث لاحقا ابن كثير رحمه الله تعالى عن ذلك. الطفيل بن عمرو الدوسي من دوس كتب الله سبحانه وتعالى له الهداية، ودعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجعل الله له آية، أن يجعل الله له آية، فجعل الله في وجهه نورا، فجعل الله في وجهه نورا. فقال يا رسول الله أخشى أن يقول هذه مثلة، أخشى أن يقول هذه مثلة. فدعا له فصار النور في صوته، أي العصا التي بيده، إذا أظلم الطريق أضاءت له العصا التي في يده، فهو المعروف بذي النور. قال ودعا الطفيل قومه إلى الله فأسلم بعضهم وأقام في بلده. فلما فتح الله على رسوله خيبر قدم بهم في نحو من 80 بيتا. وجاء أيضا في بعض الأحاديث أن الطفيل جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقد أدركه يأس من إسلام قومه، لأن أسلم منهم نفر والبقية بقوا معاندين ورافضين قبول الدعوة. فجاء للنبي عليه الصلاة والسلام، والحديث في البخاري، وقال للرسول عليه الصلاة والسلام يا رسول الله إن دوسا طغت وبغت وأبت أن تقبل هذا الدين، فادعوا الله عليهم. فرفع النبي عليه الصلاة والسلام يديه فقال من حوله هلكت دوس، لأن طلب منه أن يدعو عليهم، فرفع يديه فقال الناس هلكت دوس. فقال عليه الصلاة والسلام اللهم اهد دوسا وأت بهم، اللهم اهد دوسا وأت بهم. هذا نظير قوله لملك الجبال لا عسى الله أن يخرج. هذه أمثلة من ما أخبر الله عنه أنه رحمة للعالمين صلوات الله وسلامه عليه. فقال اللهم اهد دوسا وأت بهم. قال فلما فتح الله على رسوله خيبر قدم بهم في نحو من 80 بيتا. استجاب الله سبحانه وتعالى دعوة نبيه صلى الله عليه وسلم لدوس بالهداية. وهذا يستفيد منها الداعية إلى الله سبحانه وتعالى وغيره أهمية الدعاء للعاصي وللمذنب وللخاطئ وللباغي وللمعتدي. عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان أذاه للمسلمين من أشد الأذى، وصح عنه عليه الصلاة والسلام أنه يقول اللهم أعز الإسلام بعمر بن الخطاب. رجل يؤذي المسلمين أذى شديدا ومعروف بالأذى للمسلمين، ما قال اللهم اهلك عمر بن الخطاب، وإنما اللهم أعز الإسلام بعمر بن الخطاب. يعني ليس فقط دعا له بالهداية للإسلام، دعا له بالهداية للإسلام وأن يعز الإسلام، أن يعز الله سبحانه وتعالى الإسلام بعمر بن الخطاب. فاستجاب الله سبحانه وتعالى للنبي صلى الله عليه وسلم دعوته في عمر رضي الله عنه. وقال عبد الله بن مسعود كما مر معنا لم نزل أعزة منذ أن أسلم عمر بن الخطاب رضي الله عنه. نعم.